تخيل تبدأ طريقك في البرمجة من غير ما تدفع فلوس في كورسات مدفوعة. تعال أقول لك أنا عملت كده إزاي. في البداية أنا رحت أعرف عن البرمجة واستخداماتها ومجالاتها المختلفة، بعدها اعتمدت على المصادر المجانية زي يوتيوب، يودامي المجاني، WC سكولز وفري كود كامب. طول ما أنت بتتفرج على دروس مجانية لازم تبحث عن المعلومة بنفسك وتطبق على كل حاجة بتتعلمها. تابعت الناس التقيلة في المجال زي الزيرو وجودزيلا وعلي شاهين ومدحت داوود وغيرهم كتير. حليت مسائل بروبلم سولفينج على موقع كود وورز، عملت مشاريع بسيطة علشان أثبت اللي أنا اتعلمته. المهم إن أشتغل على فكرة من الصفر وأطلع منها بحاجة ملموسة أقدر أوريها للناس. بعد ما كنت واثق من خبرتي جمعت شوية مشاريع وقدرت أفتح حساب على منصات الفريلانسر. في البداية بدأت بتاسكات بسيطة علشان آخد خبرة حقيقية في التعامل مع العملاء، وبعدها بدأ يجيلي شغل أوفلاين من صناعة المحتوى. ومع الوقت اكتشفت إن الناس مش فارق معاها إنك متعلم ببلاش أو بفلوس، المهم إنك تعرف تحل مشاكلهم وتعمل شغل محترف. لو عندك أي أسئلة أو حابب نصايح اكتب لي في التعليقات. لايك وفولو وتحول لمبرمج.